السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن ألم أسفل الظهر فوق المؤخرة للحامل. يعد ألم أسفل الظهر فوق المؤخرة من الأعراض الشائعة أثناء الحمل، وخاصة في المراحل الوسطى والأخيرة. وتشير الدراسات إلى أن ما يقارب من 70% من النساء الحوامل يعانين من درجات متفاوتة من هذا الألم نتيجة للتغيرات الجسدية والهرمونية التي ترافق الحمل. أولا، أسباب ألم أسفل الظهر فوق المؤخرة للحامل. يحدث هذا الألم غالبا بسبب زيادة الوزن لدى الجنين، ما يؤدي لضغط زائد على العمود الفقري والعضلات المحيطة به. كما يساهم ارتخاء الأربطة والمفاصل نتيجة لإفراز هرمون الريلاكسين في جعل مفاصل الحوض أكثر ليونة استعدادا للولادة، مما يسبب شعورا بعدم الثبات في منطقة أسفل الظهر. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تغير وضعية الجسم مع ازدياد حجم البطن إلى ميل الحامل للخلف للمحافظة على التوازن، الأمر الذي يجهد عضلات الظهر. ثانيا، سبب وجع العصعص عند الحامل. يحدث ألم العصعص نتيجة لضغط الرحم المتنامي على نهاية العمود الفقري، مما يسبب التهابات أو شدا في الأربطة المحيطة بالعصعص. كما أن التغيرات الهرمونية نفسها التي ترخي المفاصل قد تجعل منطقة العصعص أكثر حساسية للألم، وفي بعض الحالات تزداد حدة الوجع عند الجلوس لفترات طويلة أو عند النهوض المفاجئ من وضعية الجلوس. ثالثا، طرق التخفيف والعلاج. للتقليل من ألم أسفل الظهر والعصعص ينصح بالتالي: ينصح للحامل بممارسة تمارين التمدد الخفيفة التي توصي بها الطبيبة أو أخصائية العلاج الطبيعي، وأيضا الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة مع دعم أسفل الظهر بوسادة صغيرة. كما يفضل النوم على أحد الجانبين مع وضع وسادة بين الركبتين لتخفيف الضغط على العمود الفقري. كما يمكن استخدام كمادات دافئة لتخفيف التشنج العضلي وتجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة. وفي ختام الفيديو، يعتبر ألم أسفل الظهر والعصعص أمرا طبيعيا في الحمل، لكنه يستدعي استشارة الطبيبة إذا كان الألم شديدا أو مترافقا مع أعراض أخرى مثل التنميل أو صعوبة في الحركة. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيبة. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.